صباح الفل. حد يعرف ملحن اسمه رياض البندك؟ طب حد يعرف شاعر اسمه مجيد نجم؟ طب حد يعرف عبقري اسمه وديع الصافي؟ ها كلنا طبعا. آه رياض البندك راجل ملحن جميل فلسطيني، اتوفى في التسعينيات من القرن الماضي. مجيد نجم ده عنده حوالي بتاع 85 سنة، وهو من محافظة الشرقية، وأخو نجم الكوميديا محمد نجم. لو كان عايش ربنا يديله الصحة والعمر، وإن شاء الله يكون عايش. أنا وقعت على التلاتة دول في غنوة الرعب الإنساني كله. يا عيني يا عيني على الصبر، يا عيني عليه، يشوف الدمع في عينينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا في سكتنا وخطوتنا، ويسمع لينا شكوتنا، وعمره في يوم ما قال لأ، ولا مرة سألنا ليه. يا عيني يا عيني على الصبر، يا عيني عليه. غريب الحي والغربة ليالي طوال، في أرض الله أنا والآه بقيت جوال، أشيل الحمل وكتافي يقول صابرين على الوعدة وعلى المكتوب وعلى اليمين. وفين يا قلبي مرسانة، وفين الخطوة واخدانا، بقالي سنين على ده الحال، نغم حاير مع الموال، لا أنا عارف لمين أشكي ولا عارف لمين أحكي. يا عيني يا عيني على الصبر، يا عيني عليه. غنوة مرعبة، صوت ولحن وكلام. أنا بقى جايب لك الشاعر ده والملحن ده. الشاعر ده والملحن ده بالنسبة للذائقة بتاعتنا، واحنا ايدينا غارزة في الأغاني من القرن الماضي، ما سمعناش لهم حاجات، ما سمعناش لهم حاجات كتير. ممكن يكون مجيد نجم عنده حاجات من مختارات الإذاعة، لكن كلها حاجات مش مهم. اللي أنا عايز أقوله، طب هل ممكن شاعر يخش التاريخ بديوان؟ بقصيدة، بأغنية؟ في شعراء كتير غنت لهم السيدة أم كلثوم دخلوا التاريخ بقصيدة، لكنه شاعر حقيقي. الملحن برضو نفس الحكاية، ممكن يكون له أعمال كتيرة، لكن الأعمال الكتيرة بتاعته مش متداولة، يعني مش يعني بالنسبة لنا ما هياش واخدة الشكل الشهرة. إذن الفن الجيد والفن العظيم هو باقي بقاء الأمم العظيمة. وبعدين ده إيه؟ دي جمع الدول العربية، الشاعر مصري، الملحن فلسطيني محترم، حط محترم بين قوسين، المطرب لبناني حبيبي حبيبنا حبيب الكل، عظيم، راجل عظيم ومحب للوطن العربي ومحب المصري بشكل خاص يعني. طيب يعني الفن ممكن يوحد؟ الفن ممكن يوحد. وعلى فكرة بالمناسبة، الفن في الماضي كان يوحد الأمة، وحفلات السيدة أم كلثوم
هي خير شاهد وخير دليل على الكلام اللي أنا بقوله. وعندما كانت تغني أم كلثوم كانت تتوحد الأمة كلها. طب والفن بتاع دلوقتي؟ الفن بتاع دلوقتي بيفرق الأمة، لأنه مش فن، لأنه كيد نسوان. فن دلوقتي هو كيد نسوان، أو زعيق عربجية، أو خناقة في خمارة القط الأسود. الفن دلوقتي ملهوش علاقة بالفن. طب واللي عايشين الدور وعم خلي كل واحد يعيش الدور زي ما هو عايز يعيش. المسرح مفتوح لأي مخلوق من مخلوقات الله عايز يعيش الدور يعيش الدور. ما تعالى بص على الفيسبوك، وبص على وسائل التواصل الاجتماعي. ايه الناس اللي جايه منين؟ الناس دي وبتقول ايه وبتعمل ايه؟ وايه كميه السخافه، وايه كميه التعري، وايه كميه قله الادب دي؟ ولا ظابط ولا رابط، عادي جدا. عادي عادي. المجتمعات العربيه بقت مفتوحه، بقت مخرمة على بعضيها كلها. طيب التكنولوجي كان من الممكن ان يكون افضل من كده للشعوب بتاعتنا. افضل للشعوب اللي عندها هنا دماغ، مش عندها اجهزة اخرى هنا. آه، عشان بس ما نضيعش، انا بس بلمس بس على واقع اجتماعي من خلال اغاني. يعني الاغنيه ديت انا طبعا كلنا عارفينها من زمان، يا عيني على الصبر، واغنيه جميله وبت بت يعني بتطلع فينا الشجن، وبتطلع فينا الحنين وحاجات كتيره. لكن مهم نعرف مين ملحن، ومين مغني، ومين كاتب. في الكلام اللي انا بقوله ان من الممكن ان يكون الشاعر عمل ديوان واحد، او عمل اغنية واحدة، او عمل واحد، لكنه بيخش التاريخ. دلوقتي في مفرمة قاعدين بيهجصوا، وقاعدين بيهرتلوا، وقاعدين بيقولوا حاجات كتيرة 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 كتيرة. لكن عايز استشهد بحاجة، ان في تمانينات القرن الماضي، بعد الفترة الجميلة المحلوة العظيمة، فترة الستينيات اللي كملت معانا لحد انتصار اكتوبر، وكملت معانا اغاني عظيمة وفن عظيم، انا في مطربين كتيرة جم زي السبرتو، وفي مطربات كتيرة زي السبرتو كانوا مكسرين الدنيا، وفي فرق كتيرة زي السبرتو. كل دول دخلوا المفرمة، لأن الذوق المصري المبني على تاريخ عظيم وتراث عظيم يستطيع أن يفرز السيء من الجيد، ويستطيع أنه يقول للتخين ابن العفريت اركن على جنب عشان انت بتهجص بتهرطل. طب بقى مشهور، ما يبقى مشهور عادي جدا، عادي جدا. ما هو في عيال كتيرة كانوا مشهورين واتشد عليهم السيفون بتاع الفن كتير جدا، وناس كتير جدا كانت بتمثل، وكانت واخدة الشاشة كلها طولها بعرضها، ومع ذلك خلاص مع السلامة. مصر بتمر بمرحلة صعبة. مصر بتمر بمرحلة صعبة فنيا، لكن مفيش أمة عظيمة عندها التاريخ بتاعنا ممكن تزعل، ممكن تتضايق شوية، زي ما احنا متضايقين شوية من اللي بيحصل في الفن، واللي بيحصل في الثقافة. واللي بيحصل في الثقافة حدث ولا حرج، بما ان يعني ايدي في اللعبة وفي الحكاية. لكن مصر هتفضل طول عمرها بتغني
ويا عيني على الصبر.